السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، إليكم أبرز عناوين هذه النشرة الإخبارية. تشهد مدينة تطوان حالة من التأهب لصلاة عيد الأضحى بحضور مولانا الأمير محمد السادس. وقبل الخوض في هذه الأخبار، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. تشهد مدينة تطوان حالة من الاستعدادات المكثفة تزامنا مع الأنباء المتداولة حول إمكانية أداء الملك محمد السادس صلاة عيد الأضحى بها هذا العام. وقد بشرت السلطات المحلية بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والمنتخبة حملة واسعة لتهيئة الفضاءات العامة وتنظيم حركة السير، خاصة في محيط المصليات الكبرى التي يرتقب أن تحتضن هذه المناسبة الدينية والوطنية. وتشمل هذه الاستعدادات تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل مكثف، إلى جانب تعبئة الموارد البشرية لضمان مرور أجواء العيد في ظروف آمنة ومنظمة، حيث تم تسجيل انتشار ملحوظ لعناصر الأمن والقوات المساعدة في عدد من النقاط الحيوية داخل المدينة. كما تعمل المصالح الجماعية على تحسين النظافة والإنارة وتزيين الشوارع الرئيسية في إطار الاستعداد لاستقبال هذا الحدث الذي يحظى باهتمام كبير لدى المواطنين. من جانب آخر، يترقب سكان تطوان وزوارها هذه المناسبة بشغف كبير، لما تحمله من رمزية دينية ووطنية خاصة عندما يؤدي الملك صلاة العيد وسط المواطنين، في تقليد يعكس أواصر القرب بين العرش والشعب. وفي انتظار تأكيد رسمي، تبقى المدينة على أهبة الاستعداد لاستقبال هذا الحدث الذي يضفي أجواء احتفالية مميزة على ربوع هذه المدينة. نسأل الله السلامة والعافية لمولانا أمير المؤمنين، ودام له النصر والتأييد إن شاء الله، وإلى أخبار قادمة بإذن الله.